حلقة. أهلا وسهلا فيكم بعن العهر أتحدث نجاح بني حمد. كلكم عم تسألوا أسئلة مهمة. لينا هذا الحكي زمان، لينا ليش عم تحكي هلا؟ لينا متى آخر مرة شفتيها؟ آخر مرة شفتها كان بشهر 9 الماضي، يعني قبل 8 أشهر، والله يقطع هالشوفة. لينا وين شفتيها؟ شفتها بالمحكمة. المحكمة، محكمة بالأردن بالزرقاء. طب لينا ليش شفتيها بالمحكمة؟ شفتها بالمحكمة لأنها رفعت علي قضية. بعد كل هالعهر اللي هي عامليته، إلها العين لسه ترفع علي أنا قضية بنزلتي الأخيرة على الأردن، وأنا بجهز لعرسي. أنا نازلة على الأردن أشتري ذهبي، توابي، فساتيني، وهي عارفة هذا الحكي. قامت رفعت علي دعوة. لما رفعت علي أنا نبهتها، قلت لها أحسن لك إنك تسقط الدعوة هاي الفارطة، لأنه بالآخر حتطلع براسك. ما ردت، فعشان هيك أنا أطلقت هاي السلسلة. طب لينا شو سبب رفعتها على الدعوة؟ ممكن تحكي لنا عن الدعوة؟ أكيد طبعا، أنا جايتكم بالتفاصيل. هلا سبق وحكيت لكم انا عم بتعالج عند دكتوره نفسيه بامريكا عشان اللي صار بطفولتي. هلا من اساليب العلاج بامريكا انك تحكي قصتك علني، خصوصا لما الضحيه تكون مو قادرة تحكي بمرحلة من المراحل، وإذا المجرم حاول يخرس الضحية. فهذا من أساليب العلاج. ونجاح بني حمد مجرمة. نجاح بني حمد لونها بأمريكا كان زمان أخذوها على السجن زمان، بس يلا مش مشكلة. ندخل هلأ بالدعوة، وبدي أوريكم صفحة صفحة. معروف عني إني لما حدا يرتاح لي أو يسبني فجأة تلاقوني فريرة. لما حدا يحكي لي إشي حلو ما بعرف أرد. ففي بنت سألتني، لينا ليش أنت مثلا ما عندك ثقة بحالك؟ إنه لما حدا يحكي لك أنت حلوة أنا بتوتر، أما تعال سبني بتلاقوني فريرة. فأنا حاولت أجاوب البنت، وهاد كان جوابي. هلا وقتها اللي كانوا يشوفوا الستوري فعليا بس 20,000. كتبت بما اني صرت بالجو وانا قاعدة مع مخي لحالي، خليني افهمكم شغلة، لا تخلوني اندم اني بدي افتح قلبي لانه صعب علي شوي. بنات انا عشت حياة قاسية نوعا ما، الطفولة وشوي من المراهقة، بس الحمد لله على كل حال، لانه اللي ما بيكسرك بيقويك. بشكر ربي على كل شيء لاني اقوى بنت بشوفها بحياتي. الصراحة ما بزعل علق من اشي ولا بهزني حجر، بس طبعا كل شيء بالحياة له ثمن. وانا صغيرة امي تركتني لاسبابها الخاصة وخلص الله يوفقها. اعطتني لبابا وعمري شهر. الله اعطاني مرت اب الله يغضب عليها ويحرقها بنار جهنم، احكوا امين. فظيعة فظيعة على الاخر. لو شو ما احكي لكم ما بقدر اوصف البشاعة اللي عملته بطفلة صغيرة. المهم لانه الجيران كانوا يسمعوا صوتي، فتاني يوم بالمدرسه كل البنات كانت تنمر علي وعلى كدمات اللي بجسمي ووجهي، وكانوا عارفين اني كنت بنضرب ليل ونهار. كانوا اولادي يروحوا على مدارس خاصه وانا لا، هم ينجب لهم معلومات خاصه للبيت وانا لا، هم اواعي جديده وانا لا، يسافروا هم وانا لا. فهمتوا الفكره؟ طبعا ما كان في تليفونات ونت زي هسه. بتذكر لما كنا نرن على ابوي نحكي معه وهو بامريكا، نشتري بطاقه ونحكي معه من تليفون الارضي على السبيكر. يعني ما قدرت احكي شو كان يصير معي وهي اخذت راحتها وانا كنت طفله. اذا بتلاحظوا انه هاي على الستوري على الانستغرام، هاي القصه صارت بشهر 8 السنه الماضيه. المهم اخيرا انا قويت وقدرت احكي لعائلتي وما حدا صدقني، بالعكس كذبوني وصدقوها كمان، وفوق هيك كرهوني عشان كنت اسبب مشاكل. هاي كانت نقطة تحول بحياتي. اول ما صار عمري 18 قطعتهم كلهم، سندت نفسي بنفسي. طبعا كيف او ليش ما بعرف، طبعا ما في اشي بضل مخبى، وهي صارت باينة حقيقتها، والعائلة بلشت الكل تصدق كل شيء. بعرف اللي عملته غلط، بس اضطريت احمي نفسي ومشاعري. حتى ابوي قطعته 3 سنين. هسه الحمد لله علاقتي بابوي احسن، لكن اتطلبت كثير شغل على حالنا، وكان لازم يقعد ويصدقني ويشتغل على نفسه، لانه مو مصدقني ما كنت قادرة اعتبره ابوي. بس اليوم الصراحة ابوي جدا حنون، وعلاقتنا احلى ما يمكن. ما بتخيل يمر يوم من غير ما ارن عليه، بالعكس بتضايق بس يرد لانه مشغول. طبعا هذا الحكي عن ابوي هو مش الصح، هلا بحكي لكم بعدين. بما انكم هسه بتعرفوا القصه الخلفيه، تعالوا نلخص. ماما تركتني، مرت ابوي خنزيره، عجبت علي، بابا والعيله ما صدقوني، تنمر بالمدرسه بامريكا وبالاردن. حرفيا حسيت ما حدا بيحبني، مخي مع عقلي الباطني كان دائما يذكرني باذا عيلتك اللي هم دمك ما بيحبوكي مين بده يحبك. فانا مبرمجه على هذا الاساس. فصدقا صدقا لما اشوف حدا يحبني انا بنصدم للاسف. لما اشوف مسجاتكم والفيديوهات انا فعلا صعب اصدق. بس سبحان الله، الله رزقني محبه الناس. تعرفوا شو اكثر اشي محزن؟ لو بابا قرر ما بده يحكي معي للابد عادي، لو جيسون قرر يفسخ بكره عادي، لو منى تركتني عادي. فعليا ما في مشاعر، لانه عقلي الباطني كيفني لاكون هيك عشان احمي حالي. صار لي بروح على دكتوره نفسيه من 4 سنين، ولهلا هاي المشكله بعدها موجوده. بالعكس استفدت كثير وتخطيت وتقبلت كثير اشياء، الا البرود لما حدا يتركني. فلهيك صعب علي اني اتقبل الحب، فشوي شوي علي. ولكل بنت بتمر بفتره صعبه معلش يا عمري بتهون، الله والحياه بدهم يعطوكي درس لتصيري اقوى. واذا انت مو قدها لعادمين، بس يصير معك اشياء صعبه حاولي تنظري لها من منظور عقلي مش بالمشاعر. يعني اسالي نفسك خلص اشي وصار، ايش ممكن اتعلم منه؟ وصدقيني غير تلقائي تحسي حالك اقوى.
وانا بقرا بمسجاتكم كل المضيفين جابوا لي فاين لانها كانت مسجات حلوه من البنات. تحذير، صوره مرت ابوي بالستوري الجاي ترى بتقطع الخلف، وهاي بالنسبة لها صورة حلوة وحاطة مكياج، على الواقع زي الغولة. وهدول هم الستوريات اللي سببوا نجاح تروح ترفع علي دعوة، مع انه اللي شافهم 20,000 وما فتت بتفاصيل التفاصيل. فعشان هيك انا اطلقت هاي السلسلة، لانه انا عاهدت نفسي العهر تبعها ما عاد اتقبله. كتير ناس تقبلوا وتخطوا العهر تبعها، انا ما بحط العهر تبعها واطي. تعالوا نفوت هلا بالدعوة اللي رفعتها. تقر المحكمة منع سفر المشتكي عليها. هي أنا سافرت، أنا معي جواز أمريكي، سافرت. هاي هي الدعوة. حضرت المشتكية بالحق الشخصي نجاح محمود حسن بني حمد. تعالوا نقرأ هاي الصفحة. حضرت المشتكية بالحق الشخصي نجاح محمود حسن بني حمد، وحضرت المحامية فرح زغول. ترى فرح زغول كانت معي بالمدرسة، تخيلوا. المدعي عليها بالحق الشخصي لينا محمود القاقي اللي هي أنا، تم تثبت من هويتها بموجب جواز سفر أمريكي، وحضر وكيلها الأستاذ المحامي بلا بلا بلا. هاي رقم الملف، التاريخ، ورد لائحة الادعاء بالحق الشخصي، ووجدت محفوظة ضمن ملف الدعوة بلا 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 بلا. هاد كليته. هلا هاي أقوال نجاح. أعرف المشتكي عليها بحكم أنها ابنة زوجي. وليه؟ ليش بتكذبي على المحكمة؟ ابنة طليقك مش ابنة زوجك. وأذكر أنه بتاريخ 16/8/2024 على ما أذكر علمت من ابني بأن صديقه قام بإرسال صورة له عبر تطبيق الانستغرام، وقال له مش هاي صورة خالته ويقصدني بذلك. ولا عليكي ما أكذبك، ولك أنتي طول نهارك على الانستغرام تبعي، طول نهارك بتشوفي لينا شو بتعمل وين رايحة شو بتسوي. يلعن أم الكذب. بس مش مشكلة. ولد سؤال ابني صديقه عن مصدر هذه الصورة، قال له افتح الانستغرام الذي يحمل اسم لينا سلوان. لدى قيام ابني بالرجوع إلى صفحة المشتكي عليه عبر تطبيق الانستغرام، وهي صفحة عامة وابني ليس صديق لها على هذه الصفحة. شاهدت صورة لي هي اللي نفسها التي قام بإرسالها صديق ابني لابني، كانت منشورة على الصورة وكان مكتوب عليها انتباه تحذير، هاي الصورة مرت أبوي الغولة ما تخافوا وجه بيقطع الخلاف. طبعا نجاح وهي بالمحكمة أنا بتفرج عليه وهي بتحكي جملي، يا الله الشعور اللي شعرته، يا الله ما أحلاه إنها تحكي عن حالها غولة. اسمعوا، الحمد لله كنت عاملة بوتوكس جديد عشان ما أبين التفاهة، الوجه التافه اللي اطلعت فيه عليها. وكان يوجد مسبات علي أجزاء أخرى من القصة التي قامت بنشرها المشتكى عليها، وقامت بكتابة هاي الصورة مرت أبوي حقيرة خنزيرة. طبعا أنا ورجيتكم كل شيء نشرته، ما عمري حكيت عنها حقيرة، بالعكس حقيرة كلمتها، هي كانت تحكي لي أنا حقيرة، أنا حكيت عنها خنزيرة، ما عمري حكيت حقيرة. وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها المشتكي عليها في نشر فيديو يتعلق بي، وأنني أشتكي على المشتكي عليها وأطلب مجازاتها، وهذه شهادتي. طبعا أنت يا نجاح بني حمد كنت زعلانة إنه 20,000 شافوا هذا الفيديو وقتيها، شو رأيك بالمليون؟ المهم تعالوا نكمل. إن عدد متابعين الصفحة المشتكى عبر تطبيق الانستغرام يتجاوز 60,000، كان يمكن 61، بس لأنه عدد المتابعين 60,000 مش معناه اللي بيشاهدوا الستوري 60,000، اللي شافوا ستوري 20,000. وأنا الصورة التي قامت المشتكى عليه بنشرها على حسابي بدون حجاب، لأنه نسيت أحكي لكم نجاح بني حمد إجت على المحكمة بحجاب وعباية وبدون مكياج وبتعيط وحالتها حالة، وإنه أنا أخذت صورتها بلا حجاب. ترى أنا ورجيتكم بالحلقة الأولى صورها لليوم على الفيسبوك بلا حجاب، البطاقة الهوية تبعتها بلا حجاب. أنت حبيبتي أنت ناشرة حالك بلا حجاب، بس القاضية تعاطفت معها عشان حجابها، أنا مش عارفة عن العهر. المهم نكمل. حاليا أنا أرتدي الحجاب من 4 سنوات. يا بنت العرس لابس الحجاب من 4 سنوات، صورك على الفيسبوك لليوم بلا حجاب ليه؟ إذا من 4 سنوات بطاقتك هويتك بعدها بلا حجاب ليه؟ الأمر الذي أثر في نفسيتي ونفسية أولادي وهم طلاب بالجامعة ويخجلون من هذه الصور. بيخجلوا من الصور؟ طب على الفيسبوك ليه؟ اسمع، بتناقض حالها بحالها بالمحكمة. إن كثير من معارفي من متابعي صفحة المشتكي عليه وسألوني عن هذه الصورة، فقلت لهم تجنبوا لمضايقتي، أنا ما بعرفها وما حد يجيب لي سيرتها. أوه زعلوا عليها. وكانت تكتب اسمي بشكل صريح على منشوراتها، وقد سبق وأن ذكرت المشتكي عليها والدي عبر منشوراتها، وكتبت لما مات أبوها الله لا يرحمه، وتابعت كتابة القصة التي مضمونها التي كنت أضربها أثناء وجودها في منزلي. كمان المشتكي عليها ذكرت عبر منشوراتها لا تخافوا من شكلها، هسه هيك حلوة حاطة مكياج بدون مكياج بتقطع الخلف، وهذه شهادتي.
اول اشي ما ذكرت عدد المتابعين صح، وما ذكرت انه ما بتعرف قديش اللي شاهدوا الستوري هم 20,000. ثاني اشي ناقضت نفسها انه انا حجابي وحجابي واولادي بالجامعة ونفسيتي، وهي صورها على الفيسبوك بلا حجاب، هويتها بلا حجاب. حكت عن ابوي وحكت بس ما حكت عن الضرب اللي كانت تضربه. شفتوا كيف هيك فشقت بالقصة؟ لان هي بتدعي انه انا ضربتها بمنزلي، وغير هيك كذبت انه انا بنت زوجها. بس انا حبيبتي انا بنت طليقك مش بنت زوجك. تعبت وانا اصلح لك. اذا ابوي بيجي عليكي من امريكا وانت بتفتحي له الباب وانتم بتناموا على نفس التخت وانتم مش متزوجين، هذا حرة فيه انت. هذا لا يعني انه انتم متزوجين اذا انت بتفتحي له الباب. انتم على الوراق بالمحكمة مطلقين، مطلقة. انت نفسك حكي على الفيسبوك انك مطلقة. على اي اساس بتكذبي على المحكمة؟ هذا يا جماعة سبب اطلاقي سلسلة عن العهر اتحدث نجاح بني حمد.